السلام عليكم يا جماعة، كيفكن؟ طمنونا عنكن، شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بعد ما طلعنا من مول أكواريوم حبينا نجي على شاطئ فلوريا عشان نسبح، لأنه مول أكواريوم وبحر فلوريا صايرين جنب بعض. اللي بحب يشوف فيديو مول أكواريوم رح أحطلكن إياه بصندوق الوصف. هلا رايحين على البحر، رح نروح مشان نسبح وعمتكن جولة كاملة بمنطقة فلوريا، ورح احكي لكم شوية معلومات عنه. لهيك تابعوا الفيديو للأخير، اشتركوا بالقناة إذا مالكم مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم مني كل شي جديد، وبتمنى انه تشجعوني اكتر واكتر. هلا رح اعملكم جولة شاطئ فلوريا. اليوم تاني يوم عيد أضحى المبارك، كل عام وانتم بألف خير يا رب، وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة، وإن شاء الله جميعا نكون بجبل عرفات السنة الجاي. في هون صالة للأفراح، يقع ساحل فلوريا غربي مدينة اسطنبول على بحر مرمرة، وبجوار ساحل فلوريا بقع مطار أتاتورك الشهير في اسطنبول، حيث يمكنكم انه تشاهدوا الطائرات التجارية والخاصة الهابطة الى المطار بكل اريحية. راح احطلكم موقع ساحل فلوريا بصندوق الوصف اللي حابب يجي عليه. والله كمان راح احكي لكم معلومات تانية عنه. تقدروا على ساحل فلوريا انه تمارسوا اي نوع من انواع الرياضة، سواء رياضة المشي، سواء رياضة الركض وركوب الدراجات بمختلف انواعها، والسكوتر والتزحلق، ومختلف انواع التمارينات الرياضية في اماكن مخصصة وعلى مشهد بحري جميل. ويمكن انه تقضوا وقت ممتع مع المشي بمشاهدة البحر والتمتع بالاجواء الحلوة والمنعشة، خاصة بساعات العصر والمساء. بتميز ساحل فلوريا بوجود مدينة ألعاب مثل ما الكل شايفين، وهي مدينة الألعاب مأجورة مثل ما شايفين الأسعار حيطين. هلا رح أعملكم جولة داخل هاي مدينة الألعاب بساحل فلوريا. هدول الدراجات مأجورة، وتشوفوا الألعاب مناسبة لكافة الأعمار. شايفين في هدول الألعاب هلا الأعمار الصغيرة بسيطة، يعني للأطفال الصغار. وشاطئ فلوريا ممتد على نحو 10 كيلومتر، وبيتيح للزوار فرصة بمشاهدة ساحرة وفريدة من نوعها ما بتتوفر بسهولة في أماكن تانية. مثل ما شايفين البحر، هذا البحر وهذا الطريق طويل على طول البحر. وهلا يا جماعة جهزوا معنا لحتى نروح نسبح، يلا بينا. وهي رضوان جاهز للسباحة، ولبسوا الجاكيت وجاهز للسباحة. وهون رضوان عم بيسبح هو وأبوه.
وصلت معكم لنهاية الفيديو. راح احطلكم موقع ساحل فلوريا بصندوق الوصف، بتمنى انه تجوا وتزوروه. يلا سلام.